3 خطوات مهمين جدا لو عايز تاكل البطاطا من غير ما يحصل ارتفاع شديد في سكر الدم. اول خطوه هي ان احنا نسلق البطاطا، ما نشويهاش وما نقليهاش، ودي بتكون افضل طريقه للطهي بتاع البطاطا علشان ما تسببش ارتفاع شديد في سكر الدم. وتاني حاجة ان احنا نبرد البطاطا اللي سلقناها دي قبل ما ناكلها. تالت حاجة وهي ان احنا نضيف ليها نوع من الدهون الصحية قبل الاكل، وده لان الدهون الصحية بتغلف الاكل بتاعنا، فبتساعد على تبطيء امتصاص السكر من الوجبة بتاعتنا، فبالتالي ما يحصلش ارتفاع شديد في سكر الدم. تفسير الكلام ده ايه؟ البطاطا بتتكون من نوعين من النشا، نشا مقاومة ونشا زائبة. النشا الزائبة دي بتتكسر بسرعة وبتتحول لسكر، فبالتالي بيحصل ارتفاع سريع وشديد في سكر الدم، على عكس النشا المقاومة اللي بيكون امتصاصها ابطأ، فبالتالي ما بتسببش ارتفاع شديد في سكر الدم. البطاطا بيساعد على نسبة النشا المقاومة اللي تكون فيها بتكون اعلى لما بنشويها او بنقليها. كمان لما بنبردها جزء كبير من النشا اللي اتحولت الى نشا زائبة ترجع تاني تتحول لنشا مقاومة، فبالتالي بيكون تأثيرها على ارتفاع سكر الدم اقل من لو اكلناها وهي سخنة. علشان كده لما تيجوا تاكلوا البطاطا حاولوا تعملوا ال3 خطوات دول، هتفرق معاكم بشكل كبير. وطبعا في الاول والاخر ان احنا ما نزودش في الكمية بتاعتها، وبالهنا وش. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير اند فولو. السلام عليكم.